كيف رأيت طبعا إقامة المباراة النهائية بين الأهلي وبربار؟ طبعا لا شك كانت مباراة جميلة، كان الفارق كبير في البداية لكن النادي الأهلي استطاع أنه يقلصه مثل ما شفنا. آخر نقطة كانت الحازمة، ومبارك نادي بربار هذه الفوز الثاني له في كأس اتحاد اليد، وأهني الأخ علي عيسى رئيس الاتحاد على هذا التنظيم الرائع، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، وجميع المباريات تكون بهالجمهور والحضور، ومبروك لبربار. يعطيك العافية شيخ، ما قصرت. مشكورين. كنا متوقعين هالنهائي هنا. انا اعتقد النهائي عكس لنا صوره المنتخب البحريني، قوه المنتخب البحريني من قوه المسابقات المحليه واللاعبين واداء اللاعبين في المباراه. فانا اعتقد ان الفريقين ادوا مباراه جدا كبيره، كانت المباراه في الملعب لاخر ثواني المباراه، واللي عجبنا اكثر جمهور الفريقين ما شاء الله عليهم روح رياضيه كبيره، وطاقم التحكيم يعطيهم العافيه. فكل اللي صار في الملعب يدل على تطور كرة اليد البحرينية، والحمد لله رب العالمين. جديدنا باقي عندنا مربع الدوري، وان شاء الله خلال المربع عندنا فعاليات معينه راح تقوم ان شاء الله في وقتها بنعلن عنها، بالاضافه الى تصفيات وتصفيات عند المنتخبات الى لين ما نوصل الى كاس العالم ان شاء الله. يمثلكم ذي الفوز يا بربار؟ والله طبعا يمثل شيء كثير، جهود بدلناها فترة إعداد هذا الفريق، يعني مو من السنة هذه اكتملت يعني صفوف الفريق هذا الموسم، فبالتالي أملنا أن نحصد النتيجة، والحمد لله الله أكرمنا بالفوز. بربار اليوم يستحق المباراة، والدليل من بداية المباراة لنهاية المباراة الفرق كان عندنا احنا، والجمهور يستاهل، والأهلي جماهيره بعد هارد لك، فريق كبير واللي لازم الاحترام إن شاء الله. كابتن بالبركة. الله يبارك فيك حبيبي. هذا اقل شيء، اقل شكل محك هاي. شوف الجمهور شلون، شوف الجمهور ما يستاهل والله حرام عليه يطلع خسران، والله حرام. ومشكورين ومبروك لنا ابطال حبيبي.
هذا الفوز للجماهير الوفيه اللي ما قصرت صراحه، وقفت ويانا من اول لحظه ودعمتنا بشكل مو طبيعي، والسر عندهم واللي يبغى يعرف يسال جمهورنا شنو سوى. والحمد لله رب العالمين، وهذا الفوز لقريه ان شاء الله، وان شاء الله الدوري بعد بنجيبه ان شاء الله. واشكركم على جهودكم الطيبه، وان شاء الله نوعدكم بمستوى اقوى من هذا المستوى ان شاء الله. مشكورين، يعطيك العافيه حبيبي. الحمد لله رب العالمين، قدرنا نفوز بهالجمهور هذا، الحمد لله رب العالمين. هل كان فريق الاهلي فريق صعب؟ فريق صعب اكيد، فريق الاهلي صاحب بطولات، ويبقى الاهلي يعني، فالاهلي يقدر يرجع المباراه في اي وقت، بس الحمد لله عندنا لاعبين وعندنا حارس قدر يجود المباراه. بالبركه الفوز. الله يبارك في حياتكم والله يسلمكم ان شاء الله. حلاوه الكاس اذا كان في يعني شد ورد، والاهلي يعني صراحه جمهور نادي كبير واللاعبين ما قصروا، خبرتنا يعني كانت موجوده في الاخير. هل كانت المباراه صعبه؟ طبعا الاهلي نادي قوي، احنا الحمد لله توفقنا، وعنصر الخبره قلت لك عندنا تيسير محسن، وبعض اللاعبين كان اثر في اخر صده كان. الله يعافيك. الشوط الاول كان سيء دفاعيا وهجوميا للاهلي، باربر حيويه الشباب اللي عندهم فرقوا في المباراه. نظرا يعني الخامات اللي عند باربر تقريبا نفس الخامات اللي عند الاهلي، بس باربر لعب احسن واستحق الفوز. الله يعافيك. يستحق باربر، لعب افضل، واحنا متوقعين كنا يعني الخساره، بس مو بدي النتيجه. الحكام ما شاء الله يعني الحكام ابدعوا اليوم. سبب الخساره الاداء، والحكام له دور بعد، له دور. خسارتنا سببها التحكيم واتحاد كرة اليد، هذه لين الحكام ما يصير يخليهم يخليهم توهم حكمين، لان المباراة اللي طافت والحين وفي اخطاء وايد. وناشد رئيس مجلس ادارة نادي الاهلي انه يرفعون الشريط مال المباراة للاتحاد الاسيوي حق يشوف اخطاء التحكيم. احنا ربعنا رجعوا، معروف عنا الاهلي فريق الشوط الثاني، وانتم شفتون من فرق 9 رجعنا للمباراة، بس اخر شيء الاخطاء وخطأ المدرب تدخيلة على حسين، يعني يمكن هذه واحدة من الاسباب اللي ادت انه يفرقون علينا 3. والله يبين لي ما فيها انا اشوفها سبب يعني من احد. فريق باربر فريق محترم ويملك اخامات قويه الصراحه، ويستحق الفوز. اقول له الصراحه الف مبروك، اقول له الاهلي هارد لك، يعني فريق يملك اخامات قويه في المنتخب من 5 لاعبين الى 6، ويستحق الفوز، واقول له الف مبروك اليه، وان شاء الله نعوض الجايات ان شاء الله. المشكلة كان الحارس، لأن الحارس ما أبدع. يعني الحارس كان سبب الهزيمة مالتكم؟ إيه. شلون؟ الحارس ما أبدع، واجد ضربات تصيد ايده هنا وبعد ايده. يعطيك العافية. كابتن. الله يبارك في حياتك. شلون شفت المباراة؟ صراحة روعة، والجمهور لعب دور أساسي، وإحنا نشكر الجمهور ونشكر اللاعبين، وإن شاء الله هاي إلى الدوري إن شاء الله ناخذه. ونشكر جماهير الاهلي على هاي الحضور، صراحه عطوا روعه للمباراه، ونشكر الشيخ على حضوره المباراه. الله يعافيك، مع السلامه. المباراه كانت صعبه من الاهلي، صعبه خاصه قدام فريق كبير نفس الاهلي، وعنده خبره المباريات النهائيه، خاصه في بطوله الكاس، يعني فريق يمكن من اخر 10 سنين اذا ما خالتني الذاكره فايز 8 أو 9 مرات من اصل، يعني مره واحده بس راحت من عنده. والعشق جاري كيف برباري، والعشق جاري كيف برباري، نادي بربر انطلق للفوز بالحال. كيف برباري انا باللعبة مفتون، خلي نادي بربر انطلق للفوز بالحال، والبطولة ما تليق الا للابطال. والعشق جاري كيف برباري، والعشق جاري كيف برباري، نادي بربر انطلق للفوز بالحال. كيف برباري انا باللعبة مفتون، خلي يسموني بعد بالنادي مجنون. الكواسر اللي بيهم نرفع الراس، والبنفسج يزهى فيهم احلى هاللون.
فرحة في القلب والروح والعين. الجمهور حاضر ليكم يا الكواسر، الجمهور حاضر ليكم يا الكواسر، منصورين والله الناصر الله، منصورين والله الناصر الله الله الله. نادي بربر انطلق للفوز بالحال، والبطولة ما تليق إلا للأبطال، والعشق جاري كيف برباري، والعشق جاري كيف برباري. نادي بربر انطلق للفوز بالحال، نادي ساطع في السما بكبدنا جعفر، واخوانا محمود وعلي الابداع يظهر، حسام واخو حسن مدن والنحلة عبود، والتاجر الصخرة وحسن منصور يزهر، ويا اولاد المقابل لعبة اليد تحلى بمحمد وتحلى بروعة احمد، والمبدع محمد حبيب وعلي محسن، ومحمد عمار وحسن الناصر السد، وحميد محلاه وخليل ما ننساه، وحميد محلاه وخليل ما ننساه، منصورين والله الناصر الله، منصورين والله الناصر الله.